التعادل بيحسم المباراه النهارده ما بين المصري وبيراميدز، مباراه ولا اروع ما بين الفرقتين. الشوط الاولاني بيراميدز سيد اللقاء تماما اول 45 دقيقه، وكان بيضغط ضغط متقدم على دفاعات المصري وقدر ان هو يحرز هدف. في الشوط الثاني الدنيا اتغيرت شويه، المدير الفني بتاع النادي المصري قدر ياخد باله ويقرا المباراه ورجع الفرقه تدافع من تحت الدايره بعد ما كانوا بيقابلوا من نص الملعب الشوط الاولاني، وقدر على الهجمات المرتده ان هو يحرز التعادل. وضربه جزاء جت لعبها برعونه جامده، وكانت المفروض يعني يهتم بيها اكتر من كده لانها كانت هتفرق في نتيجه المباراه. المصري بيقول لنا الموسم دوت ان هو هيكون منافس لعيبه عاليه. احمد عامر لما نزل غير المباراه تماما. اللاعب عبد الرحيم درموم لاعب محترف ولاعب محترم واداؤه كويس جدا في الملعب. ماتش بصراحه يعني هنقول ان التعادل مرضي للطرفين وتعادل عادل يعني زي ما بيقولوا. واستمتعنا باللقاء، ويا رب نشوف تملي يعني جو المنافسه كده على طول ما بين الفرق في الدوري السنه دي. وكان ماتش محترم من اول دقيقه، وانا قلت ومن قبل الماتش كمان عملت فيديو قلت الماتش هيبقى قوي، وبالفعل الماتش كان قوي ما بين الفرقتين. نتمنى ان شاء الله نشوف ماتشات الموسم كلها كده، وباذن الله يكون التنافس عالي كده ونشوف يكون في روح في الملعب زي ما شفنا، وباذن الله موسم كويس نتفرج عليه ونستمتع بيه كرويا كلنا. كان معاكم ميدو الصباغ، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وباذن الله لو الفيديو عجبكم ما تنسوش فولو ولايك، واشوفكم على خير. السلام عليكم.